أهلا بكم. في هذا الفيديو سوف نستعرض لكم فنانين اختفوا عن الشاشة فجأة وما زالوا على قيد الحياة، وآخر ظهور لهم الجزء الرابع. أولا، سامي جوهر. هو ممثل مصري اشتهر من خلال دور برعي الحاجب في مسرحية شاهد ما شافش حاجة مع الفنان عادل إمام، وظل هذا الدور عالقا بذهن المشاهد المصري والعربي طيلة غيابه عن الساحة الفنية، حيث هاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية عقب أدائه لهذا الدور، ودرس الطيران، ثم عمل كطيار لسنوات طويلة، ثم رئيس لقسم الضيافة بشركة الطيران الكويتي، ثم أصبح من كبار المضيفين لرحلات المسؤولين وكبار الزوار، وحقق نجاحا كبيرا في هذا المجال الجديد. وهذه صورة من آخر ظهور له. الفنان محمد العربي وزوجته الفنانة هناء ثروت، وكذلك شقيقه الفنان وجد العربي. الفنان محمد العربي هو ممثل مصري ينحدر لأسرة فنية، فهو شقيق الفنان وجد العربي وابن الممثل الراحل عبد البديع العربي. من أشهر أعماله التلفزيونية مسلسل أبو العلا البشري وأولاد آدم وبرج الأكابر ومحمد رسول الله والقاهرة والناس. ومن أشهر أعماله السينمائية الرسالة وتحت التهديد وتمضي الأيام وغيرها. تزوج من الفنانة السورية اللبنانية نادية أرسلان، التي يعرفها الجمهور من خلال أعمالها الفنية في أفلام حتى لا يطير الدخان ويا عزيزي كلنا لصوص وأذكياء لكن أغبياء. ولكن زواجهما لم يدم طويلا لأسباب مجهولة، فوقع الطلاق بينهما. ثم تزوج من الممثلة هناء ثروت التي اعتزلت الفن لاحقا، وأنجب منها 3 أبناء. قبل اعتزال الفنانة هناء ثروت الفن وارتدائها الحجاب وزواجها من الفنان محمد العربي، قدمت العديد من الأعمال الفنية، ومن أشهرها مسلسلات أولاد آدم ومحمد رسول الله والمصيدة وأيام العذاب. ومن الأفلام السينمائية التي شاركت فيها هناء ثروت بائعة الحب وتمضي الأيام ودرب اللبانة. اعتزلت هناء ثروت الفن وهي في عز تألقها قبل نهاية الثمانينات من القرن الماضي بعد زواجها من محمد العربي، وحفظت القرآن الكريم، وأدت فريضة الحج أكثر من مرة، وأنشأت دارا للأيتام. وهذه صورة من آخر ظهور للفنان محمد العربي. أما بخصوص الفنانة هناء ثروت، فتداول البعض صورة ادعوا أنها لابن الفنان المعتزل محمد العربي وزوجته الفنانة المعتزلة هناء ثروت، وربط المتابعون بين الفنان والعريس لوجود تشابها بينهما، فيما وصف آخرون بأن الصورة غير حقيقية، خصوصا وأن الفنانين المعتزلين لديهما 3 فتيات فقط، وهن إيمان وغفران ونوران. أما شقيقه الفنان وجد العربي فكان طفلا مميزا في السينما المصرية، بالإضافة إلى تمتعه بموهبة جيدة وهدوء في انفعالاته، فهو من الأسماء التي ينبغي ذكرها. برز طفلا في نهر الحب لعز الدين ذو الفقار، وصبيا في بين القصرين لحسن الإمام، ونهر الحب أمام النجوم فاتن حمامة وزكي رستم وعمر الشريف، وفيلم بطل للنهاية أمام فريد شوقي وليلى طاهر ومحمود المليجي وتوفيق الدقن. ومن أبرز أعماله مسلسلات عصفور تحت المطر وأحلام وسنابل والتحدي وهارون الرشيد وعمر بن عبد العزيز ورسول الإنسانية. ومن أهم أعماله السينمائية إحنا بتوع الأتوبيس والبنت الحلوة الكدابة ومدرسة المراهقين ورجل في الظلام وبطل للنهاية. ومن أهم أعماله بالإذاعة مسلسل الإمام الشافعي قبل أن يعتزل لتقديم البرامج الدينية، وهذه صورة من آخر ظهور له. عماد محرم هو ممثل مصري عمل بالتمثيل في فترة السبعينيات، تميز بأدوار الشر، وتنوعت أعماله الفنية بين السينما والتلفزيون، وقدم مجموعة أعمال فنية متنوعة رغم أنه لم يقم بدور بطولة مطلقة. ومن أشهر أعماله الفنية دوره في فيلم العفاريت بشخصية شمندي الذي كان يعمل على سرقة الأطفال وبيعهم للكتعة، ودوره في فيلم على باب الوزير بشخصية شردة الذي كان يعمل صبيا لدى الجزار المعلم حلاوة العنتبلي،
ومن أبرز الأفلام التي شارك فيها البطنية ووكالة البلح وبلاغ للرأي العام واعترافات امرأة. ومن آخر أعماله الفنية عندما شارك في مسلسل عوالم خفية مع الفنان عادل إمام في عام 2018، وهذه صورة من آخر ظهور له. نعيم عيسى اشتهر من خلال مشاركاته في العديد من المسرحيات، نذكر منها شخصية تاجر الأقمشة في ريا وسكينة، ودور المأذون في مسرحية الواد سيد الشغال. ثم انتقل للعمل في السينما والتلفزيون، ومن أبرز أعماله السينمائية أفلام الجلسة سرية عندما شارك بدور بسطاوي خال إحسان الفنانة شهيرة مع الفنان محمود ياسين، وكذلك فيلم المتسول، وفيلم رمضان فوق البركان، وفيلم حنف الأبهة، وفيلم من فينا الحرامي، وفيلم الباشا تلميذ. ومن أشهر أعماله التلفزيونية مسلسل العزبة، ومسلسل الملك فاروق، ومسلسل الناس في كفر عسكر، ومسلسل وتمض الأيام. ومن آخر مشاركاته الفنية هو فيلم حسن ديليفري في عام 2016، ثم ابتعد عن الشاشة منذ سنوات، وهذه صورة من آخر ظهور له. حسين الشريف هو ممثل مصري اشتهر بدور الضابط في العديد من الأعمال الفنية، ومن أهم أفلامه التي شارك فيها فيلم العفاريت مع مديحة كامل، وفيلم أقوى الرجال مع نور الشريف، وفيلم لعبة الانتقام مع بوسي، وفيلم سواق الأتوبيس مع نور الشريف. وفي التلفزيون قدم مسلسل رأفت الهجان الجزء الأول، ومسلسل عفريت القرش، ومسلسل وكالة عطية، وغيرها من الأعمال. ومن آخر مشاركاته الفنية مسلسل أهل الهوى في سنة 2013. أكد الفنان حسين الشريف أنه لم يعتزل الفن، بل أنه اضطر لفتح محل بقالة صغير بعد الانتقال والإقامة في مدينة مرسى مطروح بسبب عدم تقديم أي عروض فنية له، ويعيش حالة من الرضا والتصالح مع الذات، كما استهوته الحياة في مطروح رغم حبه للتمثيل وحنينه للعمل. وهذه صورة من آخر ظهور له. الفنان حمدي حافظ هو ممثل مصري اشتهر من خلال مشاركاته الفنية على شاشة السينما في فترة السبعينيات، مثل وداعا إلى الأبد، والمنحرفون، وهذا أحبه وهذا أريده، ومن يدفع الثمن. كما شارك في الدراما التلفزيونية من خلال مسلسل الجلاد والحب، والسمان والخريف، والجزء الثاني من مسلسل ليالي الحلمية. ثم تفرغ بعد ذلك للعمل في المسلسلات الدينية، ونذكر منها مسلسل عمر بن عبد العزيز مع الفنان نور الشريف. وبعدها ابتعد فترة طويلة عن الفن حتى عاد للفن من جديد في سنة 2022 من خلال مشاركته في مسلسل ملف سري مع الفنان هاني سلامة، وهذه صورة من آخر ظهور له. محمد يحيى هو ممثل مصري بدأ حياته الفنية في سن مبكرة بمشاركته وهو طفل في بعض الأعمال الفنية مثل الشيطان الصغير، وعرفه الجمهور أكثر من خلال فيلم الحفيد، كما قدم مجموعة من الأعمال الفنية ومنها حديث المدينة وشلة مراهقين. وبعد مسيرة فنية قصيرة وحتى تصوير فيلم الحفيد كان عليه الاختيار ما بين الفن والطب، لأنه كان طالب بالسنة النهائية من كلية الطب، فقرر ترك الفن وتخصص في أمراض النساء والتوليد، وأعقبه السفر إلى إنجلترا وحصل على عضوية الكلية الملكية. وعقب العودة من إنجلترا سلك أستاذ أمراض النساء والتوليد بطب عين شمس طريقا ناجحا استطاع من خلاله تحقيق الشهرة، لكن في مجال أمراض العقم، وهذه صورة من آخر ظهور له. طارق الأمير هو ممثل ومؤلف مصري بدأ مشواره الفني في التسعينيات، وأدى أدوارا ثانوية في السينما والتلفزيون. يمكن رؤيته في دور الضابط هاني مستشار الغرام في فيلم اللي بالي بالك مع الفنان محمد سعد، وفي دور عبد المنصف المتزوج مع إيقاف التنفيذ في فيلم عسل أسود مع الفنان أحمد حلمي. ومن مؤلفاته فيلم كتكوت ومطب صناعي والحب كده. ومن آخر مشاركاته الفنية عندما شارك في فيلم صنع في مصر مع الفنان أحمد حلمي في سنة 2014، وهذه صورة من آخر ظهور له. رمزي غيث
هو ممثل مصري، وهو ابن شقيق الفنانين الراحلين حمدي وعبد الله غيث. بدأ بالتمثيل منذ ثمانينات القرن الماضي، ولعب بعض الأدوار المهمة، ولكن اشتراكه في الأعمال الفنية كان قليلا نسبيا. فمن أعماله الفنية مسلسل من الذي لا يحب فاطمة، ومسلسل لدواعي أمنية، ومسلسل الفرسان، وفيلم فرسان آخر زمن. وكان آخر عمل فني له في عام 2010 وهو مسلسل اغتيال شمس. ثم ابتعد عن الفن منذ عدة سنوات، وأثناء ابتعاده عن الفن تولى منصب عمدة قرية شلشمون لفترة كبيرة، وهي إحدى القرى التابعة لمحافظة الشرقية. وهذه صورة من آخر ظهور له. سامي كامل هو ممثل مصري، اشتهر من خلال فيلم الشيطان يدق بابك مع الراحل شكري سرحان، لتتوالى بعدها أعماله السينمائية، منها الرجل الذي عطس مع سمير غانم، والبريء مع أحمد زكي، وعيب يا لولو يا لولو عيب مع نيلي وعزة العليلي. وفي التلفزيون شارك سامي كامل في مسلسلات أولادي مع عبد المنعم مدبولي، بجانب السهرة التلفزيونية وحوش أليفة مع شكري سرحان وجمال إسماعيل. بينما كانت آخر أعماله مسلسل الماضي يعود الآن عام 1997 مع يوسف شعبان وعبلة كامل. ومنذ ذلك التاريخ اختفى سامي كامل عن الأضواء، ولا توجد عنه أي معلومات موثوقة حتى الآن. محمود طوبار هو ممثل مصري، اشتهر بأداء الأدوار الثانوية في أفلام السينما ومسلسلات التلفزيون، فهو غالبا الضابط أو المسؤول في الداخلية أو المحقق. ومن أفلامه لصوص 5 نجوم، ورسالة إلى الوالي، ومن مسلسلاته الثعلب وقاسم أمين. ومن آخر مشاركاته الفنية عندما شارك في مسلسل أفراح إبليس الجزء الثاني في سنة 2019، وهذه صورة من آخر ظهور له. عباس فتحي هو ممثل مصري، وهو شقيق الفنانة نجلاء فتحي. من أشهر أعماله الفنية فيلم حب أحلى من الحب في عام 1975، وفيلم سوبر ماركت في عام 1990. ثم ابتعد عن الوسط الفني تماما، ولا يوجد له أي صور حديثة أو أي معلومات موثوقة عنه. حسن فؤاد هو ممثل ومطرب مصري، عرفه الجمهور من خلال مشاركاته بالغناء في تترات مسلسلات أرابيسك ومسلسل الوتد الذي شارك أيضا فيه بالتمثيل. ومن آخر مشاركاته الفنية في مسلسل خان القناديل في سنة 2003. الفنان حسن فؤاد قرر العودة مرة أخرى للفن، وقدم عددا من الأغاني الجديدة، وقال أنه ترك الفن منذ 2003 برغبة شخصية، وهذه صورة من آخر ظهور له. طارق الدسوقي هو ممثل مصري، شارك في العديد من الأعمال التلفزيونية، منها مسلسل السقوط في بئر 7، والسجين، وفي بيتنا رجل، وما زال النيل يجري، والحب والطوفان، وعقبة بن نافع، وزمن العطش، وزمن عماد الدين، وغيرها. كما شارك بالمسرح بعدد من المسرحيات، منها نقول إيه، والمهزلة، والغجرية، وتأشيرة. ومن أشهر أدواره بالسينما دور عبد الحكيم عامر في فيلم ناصر 56، وكذلك دوره في فيلم التعويذة، ودوره في فيلم العار، وغيرها. من آخر أعماله الفنية على الشاشة هو مسلسل قضاة عظماء الجزء الثاني في سنة 2017. أما آخر أعماله في الإذاعة فكان المسلسل الإذاعي الليث ابن سعد في سنة 2018، وهذه صورة من آخر ظهور له. رجاء أمين هي ممثلة مصرية، وهي شقيقة الفنانة الراحلة سامية أمين. اشتهرت بأداء الأدوار المساعدة، عرفها الجمهور من خلال شخصية جمالات في مسرحية المتزوجون. من أفلامها نهاية رجل تزوج، واللعب مع الشياطين، وألوان السما السبعة. ومن أهم مسلسلاتها غدا تتفتح الزهور، وأوبرا عايدة، وقضية رأي عام، والنساء قادمون. ومن آخر أعمالها الفنية مسلسل حتف بحر مع الفنانة سمية الخشاب في 2009، ولا يوجد لها أي صور حديثة أو أي معلومات موثوقة عنها. الفنانة منيا هي ممثلة ومغنية مصرية،
كانت نقطة انطلاقتها الحقيقية من خلال مسلسل عائلة الحاج متولي بشخصية ألفت مع الفنان نور الشريف، وشاركت بعدها في العديد من الأعمال ما بين التلفزيون والمسرح، من أبرزها مسرحية والله زمان، ومسلسل حنان وحنين، ومسلسل مشوار امرأة. ومن آخر مشاركاتها الفنية مسلسل الدخول في الممنوع في سنة 2017. الفنانة منيا أكدت أنها لم تعتزل الفن، ولكنها تحرص على اختيار أدوارها بدقة عالية، وهذه صورة من آخر ظهور لها. انتهى الفيديو. إن أعجبكم الفيديو لا تنسونا بالضغط على زر لايك والاشتراك بالقناة وترك تعليق أسفل الفيديو. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.